الزوينين، سلام الله عليكم. كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. ما تبخلوش عليا باللايك والتعاليق ديالكم فضلا وليس امرا. ندخل نيشان للموضوع. البارح واقيلا كانت دارت يسرى ستي الولدات، وكان دار داك الفلوق ديال الولاده. كانوا خرجوا شي تصاور ديال الولاده، خرجتهم ديك المولده اللي ولدتها ودارتهم في الحساب ديالها. المهم تنشوفوا ان الام كحلت العطفه، ما مشاتش عند بنتها. هي مكحله سوايع مع كلشي. الام المدلوله اللي تنازلات على القضيه ديال العقوق وتنازلت على جميع القضايا، وكلشي كان باين باش ترجع للزوج الماسون اللي غادي يخرج من الحبس. فزهير مشى دار بوكي ديال الورد وداك الشيء، قسم الله لذاك الوليد وهو كان فرحان. مسكين ما سخيش بولدو، باغي ولدو، باغي تمره هذيك طريقته اللي للاسف ما غاديش، ما عمرش ليها العين او ما راضياش به. هي باغا شي واحد يكون لاباس عليه ولكن هي اختارت زهير حيك دريويش، وحيك هو اللي غادي يقبل بهذيك الشوهه اللي كانت مشوهه بها ديال ديك التهمه ديال زنا المحارم. فاي واحد عنده العقل وداك الشيء كان غيسمع داك الشيء وغادي يهرب، ولكن هو استمر معها وبغاها من قلبه. شنا الخرجه ديالو البارح انه واخا كندم وباغيها وكل شيء. فتا هو نفس الشيء ديال سعاد، تيقول زعما خليت الله الناس اللي دخلوا اللي كانوا فيها والسباب نفس التفكير. المهم مبروك عليها وعلى سلامتها، نتمنى على الولد ما يخرجش عاق ويخرج مسخوط بحالها. فالسعاد كما قلت لكم عندها مشاكل مع بنتها وعائله راجلها، رغم انها تنازلات لبنتها في قضيه العقوق. فهي ما مشاتش، خافت من رد الفعل، وحقيقه عندها الحق، لان البنت كانت ترسل لها رسائل بانها تقول لها ما تجيش زهير يجي يشوف ولدو، ماشي على زهير ديك الهضره وانما عليك انت. يعني كانت تمعني لها ما تجيش عندها، تتلمح لها انها ما غاديش تستقبلها وما غاديش يكون واحد رد فعل زوين الا جيت عندها المستشفى نهار الولاده. فداك الشيء اللي دارت الام، صيفطت واقيلا غير هذيك البروشه الصغيره اللي مشات، ديك البروشه اللي ما غاديش تجلس معاها، اللي غيخرج الاب ديالها غتمشي. حتى هذيك الام عندها اخطاء، لانها في هذه الخرجه اللي خرجت مع لاله مولاتي وقيله تتقول ان قناتي طاحت، وان بنتك تبغي نتصالح معايا باش تصالح معايا، ما تتسولش على خوتها، ما عمرها ما زادت تليفون تسول ولا عيطت عليهم بالتليفون ديال اختها. يعني انها الدريه بحرا والده ونفيسه، وهي باقي تتهاجمها. فاللي بغى يتصالح راه تينسى كلشي، ما تيبقاش يلوم، خصوصا في هذه الوقيته ديال ان بنتك نفيسه. اش نقول لكم انا خلاصه القول، ان هذيك الام ان بعداك البنت تكارفس عليها الاب ديالها. هادشي اللي فهمت انايا والله اعلم. فالام كانت عارفه، ورغم ذلك رجعت الراجل، ورغم ذلك خلت البنت انها تمشي مع باها. فالجهل استطاعت انها تدخل راسها بانه هيك، فلو كانت تقولها شريكتي استطاعت تدخل في راسها بان داك الشيء عادي. كما قلت لكم زهير باغي الوليد ديالو مسكين، ما ساخيش بيه وباغي ومقصح من جهته. مهم ولكن وتيبغي طليقته، تيبغيها تيموت عليها ومستعد انه يرجع، ولكن هي ما جاوها اوامر من بكريشه انها خصها تفارق في هذاك الوقت الفلاني. هي اللي مهم عندها انها خدات وليد منه، غادي تخدم به، دير كما تدير مرت باها، داك الوليد يكون حمايه ليها. شنا انها هي اللي خرجت الاولى لزهير، هي اللي ظلماتو، بدات خدمات بداك المشكل ديال الان. راجلي تفرق معايا، راجلي دار ليا، راجلي فعل ليا، راجلي تيعايرني بداك الملف تاع زنا المحارم. ولا جينا نشوفوا انه كون كان بصح تيعايرها بداك هو راه نفا، ولكن كون كان بصح ما غاديش يتزوج بها، لانه هو تتبان ليه هي راه قمر. فهمتوا؟ هو مسكين غير درويش اصلا، حتى في الكاركتير مختلفين. هو انسان جد متواضع، عائلته نفس الشيء. مي هي دايره، مي هي طاغيه، مي هي باغا تعيش في واحد المستوى ماشي المستوى ديالها، داك الفوحان تبقى تبوزق على عباد الله
وزعت الخاوي، فهمتوا؟ هي راه بنت الخراسه تبقى في الاخر بنت الخراس. تحيتنا لجميع الخراسه. العلاقه بين الام وبنتها علاقه متذبذبه، علاقه ديال العقوق. البنت عاقت امها، والام كذلك خطات الخطا الاول. الام تاعي خطات من الاول لانها انها ما حضاتش وليداتها، ما حضناتش عليهم. شنو تدير ساكها فوق كتافها وتتبقى الدور. اصلا هذيك الام راه خرجت غير اليوتيوب غير باش تفقس اختها، او جا السم من اختها، حيت اختها واحد الوقيته كانت دايره البوز وكانوا عندها مداخل. فالمهم زهير مشى ودار مشموم بالورد ودار داكشي اللي قسم الله. قال لك داز الاستقبال زوين. هو كان تيفكر انه زعما غادي يكون رد الفعل ديال العائله ديال يسرا، برت باها جدها وعماتها. فقال كلشي داز مزيان، وشاف وليدو عنقو بقى تيبوس فيه مسكين وما قدرش يحبس دموعه. فهو تيبغي ولدو وتيبغي حتى الام. اما الام اللي قلت لكم خرجت في ديك الخرجه تقول بانها باغا تصالح مع بنتها، ولكن بنتها رفضات وخرجت. خسرات كلشي، خسرت القضايا، خسرت الجمهور ديالها. داكشي واش تقول دابا القناه طاحت. خسرت الناس اللي كانوا واقفين معاهم امنين بانها ام مظلومه وتتعرض للعقوق وتتعرض بزاف تاع الحوايج. الناس بكاو معاها، الناس مرضوا، فكلشي خسراته. ودابا في اخر المطاف دارت لها التنازل في القضيه ديال العقوق اللي كانوا الناس تيتسناوها. كانوا الناس باغين ان النيابه العامه تمسح الارض بديك او تأنب ديك العاقه على داك العقوق، او على الاقل تكون واحد المرافعه يترفع فيها النيابه العامه وتدين داك العقوق اللي عقد ديك العاقه الام ديالها. ولكن حتى الام عندها اخطاء كبيره. ديك العائله عائله مشوهه، كلشي داير اليوتيوب من الكبير الصغير. عائله تتاجر بالمشاكل ديالها، حتى ماشي مشاكل ديالها، هما تيخلقوا مشاكل. راه قالتها الحق، قالت بلاتي يخرج الاب ديالي غادي يبلبلها ولا دار شي حاجه انا ماشي سوقي فيه، انا ما بقاش نمشي عنده الحبس اللي عاود تشد. يعني السيد داير سيناريوهات وداير افلام باش يخرج يبلبلها ويربح، ويعوض دوك العامين اللي ما ربحش فيها الفلوس باش يبدا المشروع ديالو. فوافق شان طبقه راه بحالو بحال هذيك الام اللي هم الوحيد ديالها هو الربح المال. شحال عندها من دار وتدار مزوينه، الفلوس ما مهلياش في راسها. تيقولوا ان حالتها حاله وليداتها كذلك نفس الشيء، ما كايناش شي مقابله او شي زعما شي مقابلهم زعما مزيان، او شي طهلو. فهي غير ضيعه وهزه داك ساكا فوق كتافها وتدور. فدابا فاش بنتها ولدات فما قدرش تمشي عندها، رغم انها كنت تقول بانني حلمت غادي نمشي نهز الحولي ونذبحو ونديرو ونفعل ونترك. فكل شيء فما تقدرش لان البنت ترسل لها رسائل مع اختها انها رافضه. شنا الخرجه ديال البنت البرغوشه في المحكمه فاش كانت شهدات مع مرت الاب بانها ما تتاجرش بهم، وخرجت مرت الاب براءه. فعمها كان خرج في واحد اللايف وتيقول لها صبري، تقول لها انا ما قادراش نصبر، باغا نمشي معكم. تيقول لها صبري ما بقى قد ما فات. يعني البنت غادي ترجع لعائله باها وغترجع لباها، تتسنى غير خروج بكريشه من السجن وتمشي عنده. يعني الخطا في الام ما يمكنش يكونوا كاع ولادها ما تيحملوهاش، كاين شي ان تما. المهم ترجعوا نقول لكم خلاصه القول. على سلامه العاقه يسرى، على سلامتها، وتنتمنى ولدها يخرج زعما يخرج مرضي وما يرومش حتى هو باه ويمشي معاه ويدير لها نفس الشيء. حك الصمتة الدور والبزيم تيقصح في داكشي اللي درتي لوالديك غيرجعوا عليك. رجع ليك شناتها هذيك ساعه درتي يقولوا بانها عقت امها، راه تتمشي تشري لعمتها اللي عندها مشاكل، البعرويه اللي عندها مشاكل مع موت سعاد، مشات شرات لها الدبالج باش تفقس امها.